يعني احنا بالقوة نريد نسيطر على شبابنا ونغض بصركم، تلبسين انت لبس تخربين هذا حكينا كله. ايدي عدلي لبسيك، عدلي وضعيك، ما يصير هيك يا اخواتنا يا بناتنا. يعني ما افهم، هسه تردين تزينين بالبيت لزوجك تزيني، منو مانعك؟ بس بالشارع ليش؟ لمصلحة منو تزينين بالشارع؟ لمصلحة منو؟ ليش تزينين بالشارع ومسوي ولابسه لبس؟ على شنو؟ على شنو؟ حتى الناس تباوع لك، هذا صحيح؟ ليش هالشكل؟ يعني انا ما اعرف، يعني ما ادري شلون نحكي هيك بالعربي، نشوف لنا لغه اخرى نحكي بيها حتى تنسمع، نحكي بالمقلوب. يعني بعض الاحيان تمل من الحكي، هم تمل. انت ليش هيك تسوين بروحك؟ يعني ليش؟ وتقولي تحرشون بي اذا انت هيك لابسه. انت لو محترمه اكو واحد يجرأ يسمعك حكايه؟ لو محترمه المرأة تمشي محترمة بالشارع مبينة ذيك وياها، بت أصول بت بيت، والله عمي مبينة، والله مبينة ذيك وياها ملكة، والله ملكة تمشي، بت الأصول بت الاحترام بت الأدب بت العفة ذيك وياها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الله تعالى يقول أكو واحد يقدر يتجرأ لا سامح الله يتحرش لو سمع حكايه لو كذا، بس لما انت وضعك كله مخربط خو طبيعي هذا يقول لك ذاك هو مو صحيح وهذا يقول لك، بس انت قاعد تصيرين سبب. انت قاعد تصيرين سبب، ترى سبب انت قاعد تصيرين. عدلي لبسك، عدلي، ليش هالشكل هذا؟ اكو مشكله، اكو مشكله. احنا هم ابائنا المفروض يلتفتون تربيه بناتهم اولادهم. ابائنا يعني هم كونوا ياخذون دورهم، امهاتنا تاخذ دورها. ما يصير الحكي هذا، يعني هذا حاله الانفلات ترى ما مقبوله يا اخوان. بعدين هذا تاكلنا وتشربنا، ترى اذا مشت والله تاكلنا وتشربنا هاي حاله الانفلات. واحد هم شويه خليه يحكي ينصاح يقول. ما يصير الاب يكون لا ابالي كل شيء بكيفه، هم مو صحيح هذا. والله يقول المؤمن كون يغض بصره، كون يغض بصره.